بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات اليوم جبت لكم طريقة مقرة الكوشة كما راكم تشوفوا معايا. وصفة سهلة ويجي ما شاء الله كما راكم تشوفوا. هنا قسمت لكم حبة يجي مبسس يعني روعة يعني ويعطينا كمية كبيرة كما راكم تشوفوا معايا. نبداو على بركة الله. هنا عندنا ثلاثة كيلات سميد، يعني ماشي تاع المقروط تاع المقله، يتفرق. تاع الكوشه يكون رقيق عليه شويه ماشي كيف. انا هنا استعملت كنزه نحيت له الرطب خلاص وخليت اللي فوق منه متوسط شويه كيما تشوفوا معايا. عندي 3 كيلات. انا الكيله نتاعي هذه رفدت لي 800 غرام كي وزنتها. وانتوما يعني البون اللي تكيلوا به كملوا به. انا عندي المغرفه الصغيره تاع القهوه درتها ملح يعني وجاني ما هو مسوس ما هو مالح قيس. كل كيلة نديروا لها مغرفة كما تتبعوا معايا. نخلط الملح والسميد مليح، يعني سميد كنزة ما شاء الله تاع الكيلو ولا تاع الشكارة الكبير. هنا عندي كيلة تاع سمن مدينة كما تشوفوا معايا. ذوبتها وخليتها بردت. هنا دات لي حوالي كيف باطة تاع 500 وواحدة تاع 250 يعني 800 غرام. وكملت فيضتها بالزيت كما تشوفوا معايا. المهم نتوما البول اللي تكيلوا به الدقيق تكيلوه معمر السمن وتفيضوه بالزيت ولازم يكون بارد. يعني مقادير بسيطة تاع المقروط ما فيهش مقادير كبيرة. هنا نبداو نبسو فيه كما راكم تشوفوا معايا. ندخلوا السمن في الدقيق مليح. وهنا لازم نبسو حوالي من 10 دقائق حتى ل15 دقيقة. دوك تشوفوه معايا هنا كيفاش راكم تشوفوا فيه. من بعد حتى يبدا الخليط يبيض ويتشمخ، ما نخلوهش يبيض بزاف يعني شويه برك. المهم دوك تشوفوا معايا وين نوصلوا. نبسو حوالي 15 دقيقة هكا، نحكو مليح باش يدخل ليدام فيه. يعني هذه المرحلة برك فيها شوية تعب بصح من بعد يعني سهل. هنا حتى نشكلوا كرة ونرموه. هنا أنا الكرة الأولى كي شكلتها تحلت معي يعني مازال ناقص بسوس. هنا عاودت المرة الثانية زدت بسسته حوالي 5 دقائق. هنا شوفوا الكرة ما تحلتش معناتها راه بس. شوفوا الخليط كيفاش بياض. شوفوا الخليط هنا كيفاش يعني بياض. هنا غطيته وخليته ليلة كاملة. تقدروا ديروه الصباح وفي الليل تخدموه ولا العكس. انا درته في الليل يعني للامانه وما خدمتوش غدوه من ذاك في النهار حتى في الليل اعطيت له وقته كما تشوفوا معايا. هنا نروحوا للغرس. الغرس هنا عندي بالتقريب 2 كيلو. نقيته ورحيته. هذا الغرس تاع اللي يتباع بالميزان ماشي الغرس الاخر. هنا درت له مغرفه صغيره قرفه ومغرفه صغيره قرنفل مرحي ومغرفه زبده ولا سمنت وحوالي 2 مغارف ولا 3 كبار جلجلان مقلي. يعني هذه اختياري، اللي حب يزيدها اللي حب لا. ونعجنوه نرشو بالمزهر ونعجنوه مليح. شوفوا هنا كيفاش راه يابس ومن بعد كي نعجنو تشوفوه كيفاش يولي طري. وماذا بيكم طروه قد ما تقدروا باش من بعد ما يبش كي نديروه يطيب في الكوشه ما يبش. تشوفوا معايا هنا وجاني صعيب بصح كي بديت نرش فيه بالمزهر والماء. نديرو كاس فيه مزهر والماء ونبداو نرشو فيه. ما تنساوش الزبده برك ولا السمن. هكا نعجنو مليح. تشوفوا معايا وكل وحده كيفاش تحب. كاين اللي تحب الغرس زايد كيما هنا انا درت الغرس بزايد وكاين اللي تحبوا يعني مش ما فيهش الغرس بزاف. شوفوا هنا كيفاش طرا. شوفوا واللي تحب تزيد له شويه اطرى من هذا خاطرش من بعد هو ينشف. هنا كيما تشوفوا معايا ندهن يدي بالزيت ونشكلوا بودات صغار كيما راكم تشوفوا معايا. هنا نرجع المقروط نتاعي بعد ما خليته بارد. شفتوا كيفاش كان مشمخ. شوفوا هنا يعني ما شاء الله باين باللي مبسس. هنا كاين اللي حب يشمخه مره واحده وكاين اللي حب يشمخ بالطرف. هنا وريت لكم السمن مدينه الباطه اللي درت بيها. هنا الغرس تاعي ها هو يعني بعد نوجدوا الغرس في جهه ونبداو نشمخوا في العجين. انا العجينه قسمتها على 2، شمخت الاولى وزدت الثاني
وللأمانة اللي شمختها الأولى لقيتها يبست من بعد، حتى زدت لها الماء. يعني هنا تعرفوا السميد تاعكم يشرب ولا لا. تشمخوهم في زوج وتغطوهم حوالي 5 دقائق. كي ترجعوا ليه تلقوه نشف، شرب بالماء تزيدوا له الماء. كيما كنتوا تشوفوا معايا هنا شمخت الاولى ما وما زهر، الكيله نعمروها ما وما زهر. هنا نشمخ فيه ونديرو بالاصابع بركه ما نعجنوهش كما تشوفوا معايا. يعني وصفه سهله بصح يعني صعيبه شويه في التبسيس برك، وفي الطيب لازم يتعس كي يكون يطيب. هنا نشمخ فيها كي نشوفوه طرا نغطوها ونخلوها ونشمخو الاخرى، ومن بعد كي نرجعوا ليها كان لقيناه نشف شرب يعني الماء نزيدو نرشوه بشويه ما كان لقيناه يعني بقى القوام نتاعو هكذاك خلاص. خاطرش كاين سميد اللي يشرب وكاين اللي ما يشربش. هنا نبل في الطرف الثاني، يعني هنا عطاني كميه لاباس بها. ها هو هنا، ها هي الاولى والثانيه ما تشوفوا معايا. هنا هذه اللي عجنتها الاولى كما قلت لكم لقيتها نشفت، هنا نزلت لها شويه ماء. يعني ما تخافوهش زيدوا الماء وين تشوفوه طراقس ما تخدموا به خلاص. هنا زدت له حوالي 5 مغارف الى 6 مغارف تاع ماء نشربوه مليح هكا. شوفوا العجينه اللي تحصلت عليها، يعني سميد كنزه ما شاء الله في الخدم. وانتم كل وحده تخدم بالسميد اللي مالفه تخدم بيه. هنا شوفوا الطريقه اللي نديرو في وسط الغرس، نحلوها نحلو من التحت نبسطوها ومن الفوق نخلوها واقفه، نحطوا الغرس تاعنا نبسطوه شويه هكا كما تشوفوا معايا. والغرس يبقى اختياري، اللي تحبوا معمر غرس تكثر، اللي تحبوا ما فيهش بزاف ما تنقص. وكاين اللي حتى يوزن، انا ما وزنتش. كاين اللي يوزن العجينه والنصف نتاع العجينه يديروا تمر. هنا نشكل فيهم، نشكلهم في العجينة الأولى نشكلها على 3 ولا 4 حرابش ونغطيهم ونخليهم، بعد نبدأ نستعمل بالواحد. هنا عاودت لكم الطريقة باش اللي ما فهمتش تفهم. كما تشوفوا معايا الأمانة هذا المقروط يعني يستعملوه ناس الشرق بكثرة، وناس تعلمته يعني عند ناس الشرق في الوسط نديرو مقروط المقلة. هنا نقفل الأطراف مليح، ولا لقينا يعني ناقصة العجينة نعاودو نحو نقفلو هذوك الأطراف. وهنا نبداو نحلو فيه ونلقاوه مشقق ولا يعني نعاودو نديروه بيدينا. هنا جبت طابع تاع المقروط، يعني اي طابع عندكم. كاين اللي حب ينقشوا، يعني كاين اللي حب يديروا مقروطات ومن بعد نقشوا. انا ما نقشتوش هنا للامانه، درتو يعني هكذاك خفيف وجا ما شاء الله. واي طابع عندكم تخدموا به. هنا نعاود يعني نخدم الاطراف مليح باش ما يبقوش خارجين، ونبدا نقسمت بهذه. وانتم تقدروا تقسموا بموس ولا بلاكوبات يعني باش عندكم تقسم. والحبات يجوا كبار ويجي ما شاء الله. وهنا كي تقسموه وديروه في البلاط، تحبوا طيبوه ثم يعني تحبوا تخلوه يبات. انا هنا خليته بيت، يعني خدمته في الليل وزدت خليته بيت. شوفوا الحبات يعني يجوا ما شاء الله، تشوفوا الغرس من الداخل كيفاش. وهنا نحط في السنيوه ونطبعوا الحبات يعني بالطابع هكا لبعضاهم هكا باش ما نخلوش الفراغ ويتحرق لنا الغرس في الوسط. والاطراف ديما نديروا الحبات اللي ما فيهمش الغرس في الطرف ولا من الزوائد اللي يبقاو لنا. هنا شوفوا ما شاء الله، يعني عطاني كميه واحد 120 ولا اكثر حبه. شوفوا يعني وجا ما شاء الله. ونتمنى تجربوه البنات وتنجحوا فيه، يعني طاب روعه. دمتم في رعايه الله.